أنا الآن في مدينة تطوان أمام آثار بركانية. هذا السور كما ترون هو يقولون بأن هذا كيسميوه في تطوان البركان، الجدران البركانية أو الصخور البركانية التي من المتوقع أن تكون قد خرجت في هذه المدينة منذ بعضهم يقول 1000 سنين، رغم أن ممكن تكون مليون سنة أو أكثر، ولكن بعضهم قال هنا السكان كيقولوا 1000 سنين. إذن هذه هي ذاك الحمام التي تخرج من الأرض على شكل صخور ذائبة، وها هي معطياتها. هذا الصخور البركانية التي تتفتت بفعل الأمطار والرياح هي هذه الغيران اللي كديرها المياه، تدفق المياه أيام الشتاء، يعني نجمت عنها هذه الكهوف التي يبيت فيها الأفارقة في وقتنا هذا. أنتم ترون كهوف تحت هذه البراكين، هذا الصخور البركانية. فسبحان الله سبحان الله، هذه صخور عظيمة جدا جدا جدا، صخور بركانية رائعة في إحدى الشوارع بمدينة تطوان. الله أكبر الله أكبر. إذن هذا هو الشارع اللي كيمشي اتجاه المحطة فإلى طريق الشاون. السلام عليكم. غنصوروا هذا الصخور من هنا، ما نشوفكم ان شاء الله. الله يسر. لا إله إلا الله، الصخور البركانية العظيمة المتواجدة في مدينة تطوان. هذه هي مدينة تطوان العجيبة الرائعة، مدينة الزهور والخضرار والأشجار الخضراء العظيمة.